السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي التعليمية لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم هنتعلم طريقة فك الصليبة الزانوسي ال7 كيلو أو الغسالة الفاكتوريا، كما يطلق على الأكس ده طبعا الأكس البطيخة. كل الأدوات اللي احنا محتاجينها ان احنا نحل الاكس ده يا جماعة، اللي هو المفتاح اللي حضراتكم شايفينه، ولقمة نجمة مقاس 40، والهيتر اللي احنا بنسخن بيه ده. طبعا في ناس كتير بتسخن على المسامير دي، لان المسامير دي بتبقى ماسكة جامد، وبيكون محطوط لها مادة علشان ما تفكش اثناء التركيب. فاحنا بنسخن على المسمار من ناحية الصليبة، مش من ناحية الحلة. مش بنسخن على راس المسمار، احنا بنسخن على المسمار نفسه، المكان اللي هو بايت فيه في الصليبة زي ما حضراتكم شايفين، علشان المادة والأملاح والحاجات اللي كانت مخلية المسمار قافش في مكانه مش بيحل، وعلشان كمان يكون سهل معانا واحنا بنفكه، علشان ما نبوظش راس المسمار ونرجع لأساليب تانية متعبة. فاحنا بنسخن على المسمار كده من دقيقة لدقيقتين علشان يكون سهل معانا واحنا بنحله. طبعا احنا بنغير النجمة دي او بنغير الصليبة دي في حالة ما يكون الاكس متآكل، او في حالة ما تكون الصليبة مكسورة. احنا النهاردة احنا بنغيره علشان الاكس فيه تآكل. وانا طبعا بنصح اي فني يا جماعة ان طالما الاكس متاكل لابد ان هو يغيره على الفور، علشان حتى لو عملنا عمرة بيلي مش هتغيب، وهيحصل فيها الغسالة هتجيب عمرة بيلي بسرعة. زي ما حضراتكم شايفين لما بنسخن على المسمار بيكون سهل معانا في الفك زي ما حضراتكم شايفين. وبالمناسبة يا جماعة اللقمة دي اللي هي اللقمة النجمة ال40 دي مريحة جدا جدا مع المفتاح ده في فك المسمار. طبعا احنا مش بنفك المسمار للآخر، احنا بنفك المسمار للنص كده ونرجع نحل اللي بعده، علشان الصليبة تفضل ثابتة مكانها لحد ما نحل المسامير كلها اللي هما 3 مسامير. ده آخر مسمار معانا. انا بوري حضراتكم خطوة بخطوة طريقة الفك، مش عايز اقطع حاجة من الفيديو. وكمان بوريكم ان المسمار بياخد تسخين قد ايه، من دقيقة لدقيقتين بالكتير، مش اكتر من كده، وبيكون جاهز ان احنا نفكه بعد التسخين ده. الهيتر ده برضو يا جماعة مفيد معانا جدا في الشغل. منه ان احنا بنسخن بيه على المسمار، بيفيدنا كتير جدا، او اي حاجة عندنا محتاجة تسخين بنسخن بيه. وسهل الحمل طبعا، غير اللمبة خالص، سهل وبسيط معانا. ممكن نحطه في شنطة العدة، ممكن نحطه معايا في العربية، بيكون سهل الحمل معانا. اي نوع يا جماعة، انا مبقولش على النوع ده بالذات، يعني اي نوع سخان يكون كويس. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع مش هيستغرق اكتر من دقيقتين. تمام كده المسمار سخن بالدرجة اللي احنا عايزينها زي ما حضراتكم شايفين.
تتحل معانا بكل أريحية. طبعا المفروض ان في حد يكون ماسك الحلة وانا بفك، بس طبعا ما كانش في حد موجود معايا في الوقت ده غير اللي بيصور. فانا معذرة يعني في اهتزاز الحلة. وده اخر مسمار معانا. بطريقة سهلة وبسيطة جدا يا جماعة، ومش محتاجين ادوات كتير، قدرنا ان احنا نحل الصليبة وبدون ما احنا نبوظ راس المسمار او نخبط كتير في الحلة، بفضل الله سبحانه وتعالى. والعدة مفيدة جدا يا جماعة في الشغل. ابتدينا بقى ان احنا نحل بقية المسامير، لان احنا كنا موقفينها عند نص المسمار بالظبط عشان يفضل الاكس ماسك في الحلة واحنا بنحل باقي المسامير. فدلوقتي احنا بنحرر الصليبة كلها بفك المسامير من الحلة. تمام. ارجو من حضراتكم ان كنتم اول مرة تتابعونا ان انتوا تدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وبدعمكم ده احنا ان شاء الله بإذن الله نستمر ونجتهد ونحاول نقدم لكم فيديوهات مفيدة توفر علينا وقت ومجهود وفلوس. احنا ممكن نعمل الحاجات دي طبعا بإيدينا. لأن النهاردة طبعا يا جماعة معظم الناس بتدخل على اليوتيوب وتحاول إن هي تصين أجهزتها بنفسها بمفك صليبة، بمفك عادة وشاكوش. نحاول إن احنا نخرج الصليبة بالراحة من غير ما نبوظ الحلة. أرجو من حضراتكم إن كنتم استفدتوا النهاردة من حلقتنا إن انتوا تدعمونا بلايك وشير وتشيروا الفيديوهات وتعليق جميل من حضراتكم علشان يصل لحضراتكم كل ما هو جديد إن شاء الله. بكل بساطة وبكل أريحية تخرج معانا الصليبة بكل سهولة. زي ما حضراتكم شايفين. ودي كانت حلقتنا النهاردة. أرجو من حضراتكم إن انتوا دعوة جميلة من حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.